كلنا بنقع، بس دي مش المشكلة الحقيقية هي المدة اللي بنقضيها على الأرض. المرونة العاطفية مش معناها إنك مش هتحس بالألم، لكن معناها إنك هتقدر ترجع تقف تاني أسرع من الأول وأسرع من أي حد تاني. المشكلة كلها إنك لما بتتعرض لأي موقف أو فشل بتقضي وقت طويل في تحليل الموقف ده، مش عشان تتعلم لكن علشان تلوم نفسك أو تلوم الظروف، وده بيستهلك طاقتك العاطفية بشكل كبير وبيخليك ترجع تعيش في الماضي فترة أطول، وبتفقد القدرة على رؤية الحلول الممكنة اللي موجودة في الحاضر. المرونة العاطفية هي مهارة التعافي السريع، مهارة تقبل المواقف، مش إنك تكون صلب، لأ إنك تكون مرن مهما كانت المواقف، ما تتكسرش، تتعلم منها وتكمل. المهارة دي بتعتمد على إعادة صياغة القصة اللي بتحكيها لنفسك عن الموقف نفسه، بدل ما تقول أنا فشلت تقول أنا اتعلمت طريقة جديدة وخدت بالي من موقف معين لو مريت بيه هعرف أتصرف إزاي. المرونة العاطفية مش هتمنع عنك العاصفة، لكن هتضمن إنك هتطلع منها أقوى. تقدر تتعلم المهارة دي مع نفسك بخطوات بسيطة. جرب قاعدة ال48 ساعة. لما يحصل لك أي فشل أو نقد مؤلم بالنسبة لك، ادي لنفسك 48 ساعة كاملة تطلع فيهم كل الحزن والاعتراض، لكن بعد ال 48 ساعة لازم توقف تفكير تماما عن الموقف ده وتبدأ في تنفيذ خطوات عملية خطوة بخطوة، حتى لو خطوات بسيطة، لكن لازم تكسر الحلقة دي وتبدأ في تعافي. في الأول هياخد منك 48 ساعة، بعد كده هيبقى وقتها أقل، لغاية ما تقدر تتعامل مع كل موقف بمرونة عاطفية كبيرة. لو عايز تعرف ازاي تحول كل صدمة أو فشل أو تحدي في حياتك لخطوة جديدة لدافع جديد للنجاح، دبلومة مهارات الأعمال بتعلمك ازاي تبني مرونتك العاطفية وتكون درع واقي ليك. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.